النهاردة هتكلم عن ازاي نختار اللوحات او الارت ووركس. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن الارت ووركس، ازاي اختار ارت ووركس مناسب لبيتي. طيب مبدئيا كده الارت ووركس يا اما بورتريه زي اللي احنا شايفينه ده، او لاندسكيب اللي هو بيبقى بالعرض زي اللي احنا شايفينه ده. تمام. طيب امتى اختار البورتريه وامتى اختار انه يبقى اللوحة بتاعتي لاندسكيب؟ ده على حسب السبيس. يعني مثلا هنا انا حاطه لوحة بورتريه لاني حاطه تشير كده زي كورنر، مثلا بانكيت او حاجة صغيرة لحاجة بورتريه على اساس انه سبيس صغير. لو بحط سوفا قدام الحيطة فانا محتاجة حاجة تبقى لاندسكيب. كل ما الحيطة بتاعتي بتكبر لازم اخد بالي ان الارت وورك يكبر. ما ينفعش ابقى حيطة كبيرة واحط لها ارت وورك صغير، هيبقى شكله وحش جدا. فزي ما انتم شايفين كده بيبقى الموضوع نسبة وتناسب ما بين الارت وورك والحيطة والبيس اوف فرنتشر اللي انا حطاها. في ديزاينز كتيرة مختلفة اقدر استخدمها زي ما انتم شايفين. الحاجات دي موجودة اونلاين وموجودة في محلات كتيرة. والبورتريه برضو عشان في ناس كتيرة بتبقى فاكرة انه لازم يبقى شخصية او حد مرسوم، لا، في حاجات بتبقى مرسومة اشخاص وفي حاجات بتبقى طبيعة صامتة او ورد او الوان او لوحة تجريدية. يعني مش شرط، الفرايتي كبيرة جدا. وممكن اجيب حتى صورة من على بنترست او من على النت واطبعها وانا اعملها فريم. مش لازم ان انا اشوف ايه اللوح اللي معروضة. انا ممكن اختار لوحة بالالوان اللي ماشية مع الفرنتشر بتاعي. زي مثلا انا عندي الوان، عايز احمر مع اخضر مع اصفر، انا بختار اللوحة اللي انا عايزها واطبعها واعملها فريم بالمقاس اللي انا عايزه كمان. فالدنيا بقت اسهل كتير. في كمان اللي هما بيبقوا 3 لوح كده ممكن احطهم قدام مثلا البوفيه. ممكن احطهم بطرق يعني مختلفة. ممكن احطهم يبقوا في ظهر السرير، برضو بيبقى شكلهم لطيف. ودول سهل ان انا اجيبهم من اي مكان اونلاين، بيبقى الحاجات دي اسعارها لطيفة، بيبقوا استخدامهم لطيف واشكالهم كمان متوفرة. بيبقى باي اوردر ان انا ممكن اختار شكل معين وهم يرسموا لي اللوحات دي. بكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.